تفتح تليفونك الصبح تشوف خبر حلو عن انجاز علمي او علاج جديد، تسوي تخطي وسكرول وتعوفه. بس تشوف خبر عن حادث، كارثه او فضيحه، توقف فورا، تدخل التفاصيل، تشوف التعليقات، يمكن تسوي له شير وانت قلقان. اللوم مو على الاعلام، اللوم على هذا. اليوم راح اثبت لك بالعلم ليش احنا نقول نريد اخبار حلوه، بس بالواقع ننجذب للدراما والاخبار السلبيه اكثر من اي شيء ثاني. اكو دراسه نفسيه مثيره للاهتمام لما تسال الناس شنو تحبون تشوفون بالاخبار، اغلبهم يجاوبون قصص نجاح، اخبار ايجابيه وحلول. بس من راقبوا النقرات الحقيقيه والسلوك المشاهده لقوا الاخبار السلبيه تاخذ اعلى تفاعل دائما. ليش؟ بعلم النفس اكو مصطلح اسمه الانحياز السلبي. الدماغ البشري متطور من آلاف السنين حتى يركز على الخطر اكثر من الراحه. الاستقرار يعني الوضع طبيعي وما يحتاج انتباه، اما التهديد او التغير المفاجئ فيعني لازم تستنفر حتى تعيش. لهذا العناوين اللي بيها كلمات مثل ازمه، انهيار، خطر، فضيحه تضرب مباشر منطقه بالدماغ اسمها اللوزه الدماغيه. هاي المنطقه مسؤوله عن الخوف والانتباه، يعني احيانا تضغط على الخبر قبل ما تفكر بمنطق. الخبر السيء عنده قيمه اكبر من عقلك. شلون؟ مليون رحلة طيران توصل بسلام يوميا غالبا ما تعطيك معلومات جديدة، بس حادث واحد يعلم العالم كله وين المشكلة ونقاط الضعف. دماغك يبحث عن السلبي حتى يحدد نظام الحماية مالته. وهنا دخلت السوشيال ميديا على الخط. المنصات ما تبيع اخبار، المنصات تبيع انتباهك. الخوارزمية تراقب كل ثانية، اذا شافتك توقفت اكثر على خبر مخيف او مستفز راح تغذيك بالمزيد من عنده. ليش؟ لان الاخبار السلبية ترفع التفاعل، تخليك تعلق، تشارك، تجادل وتبقى فترة اطول بالشاشة. وفوق هذا كله جسمك يفرز ادرينالين وكورتيزول فتدخل باثارة عالية تخليك راجع تدور على نفس النوع من الاخبار بدون ما تحس. زين ليش نشارك الاخبار السلبيه اكثر؟ بعلم النفس اكو مفهوم اسمه المؤثرات الاجتماعيه، يعني لما تشارك تحذير او كارثه دماغك يحس انك شخص واعي ومنتبه وجاي تحذر الناس. واكو نقطه ثانيه اخطر، الغضب والاخلاق الجماعي. الاخبار اللي تمس القوانين او الدين او العادات تشعل الناس بسرعه، الناس تتجمع للدفاع والهجوم والتعليق. اما الخبر الايجابي غالبا يمر بهدوء، ولهذا الاعلام يعرف ان العناوين السلبيه يجذب انتباه اكثر من العناوين الثانيه. زين شلون تحمي دماغك بدون ما تعيش بفقاعة وهمية؟ أولا قاعدة 3 إلى 1، كل خبر سلبي تشوفه ابحث بالمقابل عن 3 أخبار بناءة أو تطور علمي أو حلول حقيقية. ثانيا اسأل على الرقم، من تسمع زيادة خطيرة، كارثة مرعبة، اسأل كم النسبة، قارن بأي سنة، أي مجتمع. الأرقام تكسر الخوف. ثالثا سوي صمت دوبامين أخباري، طفي الإشعارات العاجلة وحدد وقتين فقط لمتابعة الأخبار. خوارزميات تضعف من تقلل انتباهك المجاني. عقلك مو عدوك، هو نظام قديم هدفه يحميك، بس لازم تدربه يفرق بين الخطر الحقيقي وبين الضجيج والدراما. إذا تريد معلومة أخرى اكتب لنا بالتعليقات.